أهلا وسهلا بيكم في بودكاست نقطة تحول. معاكم إسلام السمان. هنا مش بنحكي حكايات علشان نملى وقت، ولا بنرمي كلام عن التنمية البشرية وخلاص. هنا بنفتح الباب على مصراعيه ونبص جوه نفسنا، على اللحظة اللي غيرت كل حاجة، اللحظة اللي خلتك مش هو نفس الشخص اللي كنت قبليها. يمكن تكون لحظة صغيرة جدا، كلمة، موقف، أو حتى نظرة، لكن تأثيرها كان زي الزلزال. يلا نبدأ الرحلة. في يوم من الأيام كنت ماشي في حياتك وانت فاكر انك ماشي صح، خطواتك محسوبة، خطتك واضحة، وبصراحة كنت شايف نفسك فاهم الدنيا، لحد ما حصل الموقف اللي عمرك ما كنت متوقعه. موقف بسيط شكله من بره، بس من جوه كان زي الفرملة المفاجأة اللي تخليك تحس انك اتقلبت جوه نفسك. يمكن كانت كلمة حد قالها لك، جملة صغيرة لكن دخلت جواك زي سهم. يمكن كانت خسارة حاجة كنت فاكرها مضمونة، أو يمكن كان فشل بعد ما كنت حاطط آمالك كلها على حاجة. في اللحظة دي بتكتشف حاجة غريبة، إنك كنت ماشي بسرعة وإنت مش شايف الطريق كويس، وإن الدنيا أحيانا لازم توقفك علشان تفتح عينيك. اللحظة دي هي نقطة التحول، مش علشان بعديها بقيت ناجح فجأة أو الدنيا بقت وردية، لكن علشان بعدها بقيت مختلف. بقيت أهدى، بتفكر أكتر، بقيت بتسمع أكتر ما تتكلم، وعرفت إن في فرق بين إنك تجري وإنك تمشي بخطوة واثقة. الخاتمة، كل واحد فينا عنده اللحظة دي، اللحظة اللي الدنيا وقفته فيها وقالت له لأ، استنى شوية. يمكن توجع ويمكن تكسرك، لكن لو فهمتها هتلاقيها كانت أحسن هدية جاتلك في وقتها. استنى الحلقة الجاية من نقطة تحول، يمكن تكون هي اللحظة اللي تغير حياتك انت كمان.